هاي كيفكن؟ بما انه صار الصيف اكيد موسم الفريز بلش، ما قلنا غير نعمل معقود الفريز على طريقة البيتية كتير سهلة وبسيطة. يلا نبلش. شوفوا انا جايبة هون 3 كيلو عندي، بحاول نقيهم ونقي من الاخضر اللي عليه، بعدين بدنا نغسلهم كتير منيح. شايفين بهالطريقة يعني ولا اسهل. اذا بدكم اياها كبيرة بتخلوها كبيرة، بدكم اياها وسط انا رح اقطعها نصين، والصغيرة رح اخليها مثل ما هي بهالشكل. انا بحبها تبين لانه الصغار خلوها مثل ما هن لانه حتذوب بعدين. شايفين ما احلاهم بصيروا هدول، طعمتهم قطر قطر، ما احلاهم، طعمتهم بتشهي والله العظيم. مع انه على فكره ما بحب التشيلك يعني الفريز، بس بحب مربى الفريز. بنحاول نقيمهم كلهم، نغسلهم، ونخليهم لحتى يصفى المي منه النهاية. شايفين هدول متعوسين هيك، ما بنحطوا يعني معهم، بينزعوها. شايفين هدول ابدا ما بيتاكلوا. هاي الكمية طلعت معنا. هلا اذا انتم عندكم ميزان بترجعوا بتزينوهم، ما عندكم تقديريا يعني، بس اذا بيكون بالميزان بيكون افضل. هلا هن كانوا 3 كيلو، طبعا بعد ما قمنا هدول اكيد رح ينقصوا، وهلا بعد ما نغسلهم على 24 وننشف ميتهم بورجيكم قديش زاد من 3 كيلو. وهي هون بعد ما غسلتهم نتركهم يصفوا، يعني خلوهم حوالي ساعة نص ساعة، خلوهم يصفوا منيح منيح يعني احسن مشان ما يزيد ميتهم كتير. هلا خلينا نشوف قديش وزنهم طلع. بنصفرها، بسم الله. طلعوا كيلين 66 جرام. انا رح قيم منهم وخليهم بس كيلين بالضبط. هلا قمت كل كيلو فريز بياخد معنا نص كيلو من السكر، رح احط كيلو كامل من السكر، نسكرهم منيح هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كيلو، هدول بنخليهم ليلة كاملة، بنخليهم بالبراد او بقرنة باردة ليلة كاملة، حتى ممكن ليلتين كمان ما بيأثر، بس ليلة تمام. بنغلفهم هيك منيح بالسكر، بنسكر عليهم، وبشوفكم بكرة. شوفوا وهي شكله ثاني يوم، شوفوا قديش طلع مي. هلا بنحطه بطنجرة وعلى النار، على نار متوسطة، على لهادية يعني. نقيم السكر كله، وهي بعد ما حطيته على النار، حطيته على نار متوسطة. بعد شوي بتشوفوا شلون بس تطلع الرغوة بس تطلع منيح منيح من قيمة، ما من قيمة اول باول، لا بنخليها لحتى تطلع على الاخر وبعدين من قيمة. هلا بورجيكم، خليكم معنا.
شايفين هلا هون بلش شوي شوي يطلع الرغوة. نعمل له هيك شوي صغيرة تحريكة، شيء انه يعني. هلا هون بنبلش بنقيم الرغوة شوي شوي. ديروا بالكم بالطف، ممكن الطف معكم. انا هلا طفت معي عبت الدنيا. هيك شوي شوي بنقيم كل الرغوة اللي بتطلع. بهالوقت حطيت مي مشان تغلي. بدي اغلي القطرميزات مشان نضغطهم منيح ما ينتزع معنا المربى بعدين. بنحط هيك القطرميزات مشان ينغلوا ويتعقموا. هلا بنعقم القطرميزات كلها، حتى الاغطيه كمان بنعقمهم وبنقيمهم على شقفه ناشفه ونخليهم على جنب. طبعا وقت بدنا نحطهم لازم يكونوا ناشفين 100% القطرميزات، واهم شيء مثل ما قلت لكم تعقمون كثير منيح. شايفين حتى الاغطيه بنغليهم كثير منيح، كل شيء يتعقم معنا وبنقيمهم حتى ينشفوا. نحطهم هيك على قماشه نظيفه لحتى ينشفوا. شايفين ما احلاهم تعقموا 100%. هلا هيك بعد حوالي 30 دقيقة شوفوا كيف قوام، يعني بلش هلا شوي شوي يسمك. اخر شي بنحط له الحمض. هلا هون هذا العيار اللي عملته انا بياخد تقريبا جرامين من حمض الليمون او نص ليمونة. نتركه كمان لحتى يختر معنا هيك يتهدى على الاخير. وهلا بنحط الحمض الليمون. بسم الله. 3 جرامين، يعني رشة بالمعلقة الصغيرة. نحركهم هيك شوي صغيرة، بنخليهم يغلوا حوالي ربع ساعة، بعدين نطفي تحتهم وبنعبيهم. شايفين كيف بيصير بيغلي؟ هلا بدنا نختبره اذا تمام ولا لا. شو بنعمل يا حذركم؟ هلا راح لكم نعمل هيك وبنقسمها. شايفين؟ نقسمها هيك هيك تمام. شايفين ما رجعت هيك، بإذن الله زبط معنا. هلا بنطفي عليه وبنعبيه. بسم الله. نضغطهم كتير منيح، كتير سخنة. نقلبهم على قفاهم بهالطريقة. هاي الكمية اللي طلعت معي. شايفين؟ طبيتهم على قفا وبنتركهم هيك لحتى يبردوا بحرارة الغرفة، بعدين بنقلبهم على الوش الثاني. وهيك بيكون مربى الفريز صار جاهز معنا. ان شاء الله تكون عم تعجبكم وصفاتي، واذا عم تعجبكم وحابين تشوفوني مرة تانية لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة. بحبكم بالله، سلام.